تعالوا نعترف بحاجة كلنا عارفينها. جيلنا اللي هو جيل الألفية أو زي ما بيقولوا عليه ميلينيالز، وده الجيل اللي اتولد من سنة 1981 لحد 1996. عنده حسابات قديمة مع الأهل. مين فينا ما سمعش جملة لو كنا ضربناك أكتر كنت طلعت أحسن، أو جملة أنا اتربيت بالشبشب؟ وعمرنا ما كنا بنرد على اللي أكبر مننا. الأهل زمان كانوا بيشوفوا التربية كمهمة عسكرية، وبيشوفوا التعاطف كدلع، والحدود كأمر إلهي لا يناقش. يا ترى آخر مرة زعقت في طفلك أو في طفل حد كانت ليه؟ عشان كسر طبق، ولا عشان ما عملش الواجب، ولا عشان انا امك او ابوك؟ وبسبب التروما دي جيلنا قرر يعمل ثوره تربويه. قالوا ابدا احنا مش هنربي ولادنا بنفس القسوه دي، احنا هنربيهم على الحب والحنان والتعاطف، وده شيء عظيم. بس للاسف البندول بتاع التربيه ده حصل فيه تأرجح مبالغ فيه. بدل ما كنا في اقصى اليمين اللي هي القسوة، رحنا في أقصى الشمال اللي هو التساهل المفرط. يا جماعة جيل الألفية اللي احنا فيه أو عايشين معاه عانى من تربية قاسية جدا زي الزعيق والعقاب، فحاولوا يكسروا الحلقة دي ويربوا أولادهم بالحنان والتعاطف. بس المشكلة إن هم بلغوا شوية ووصلوا لتساهل مفرط بحيث الطفل هو اللي بيحدد الحدود رغم إن دماغه لسه بيتطور. المشكلة الكبيرة اللي بتحصل دلوقتي إن كتير من الآباء الجداد فاهمين إن التربية الإيجابية أو البوزيتيف بيرنتنج معناها ان الطفل هو اللي يحدد لنفسه الحدود، يعني الاب هيبقى صديق مش مربي. ودي كارثه علميه ونفسيه لان الطفل مش مستعد للدور ده. هل الايجابيه معناها انعدام الحدود؟ هل معنى الحنان انعدام المسؤوليه؟ وهل ممكن يكون ده اسوأ من القسوه نفسها؟ الاجابه في حلقتنا النهارده. تعالوا نفهم ايه سر التربيه الايجابيه الحقيقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام ودي قناة دماغ آخر الليل. خلينا نرجع بالزمن لورا لأيام جيل الألفية اللي نشأوا في الثمانينات والتسعينات. وقتها التربية كانت قاسية حسب تصنيف ديانا بومريند سنة 1966، ودي عالمة نفس في جامعة كاليفورنيا درست أساليب التربية في بحثها الشهير اللي اتنشر في تشايلد ديفلوبمنت سنة 1967. ولقت إن الآباء الأوثوريتاريانز أو السلطويين بيكون عندهم توقعات عالية بس قليلة الدفء والتواصل. يعني اعمل كده وإلا هتتعاقب بدون شرح. لو جبت 9 من 10 ابوك هيسالك الواحد راح فين، ولو وقعت وانت بتجري امك بدل ما تشيلك هتقولك تستاهل عشان عمال تجري. يعني التربيه كانت على طريقه الاسوأ اتعلم، والنتيجه الاطفال دول زي جيل الالفيه كانوا بيعانوا من انخفاض الثقه بالنفس، مشاكل عاطفيه، وحتى صعوبه في التعبير عن المشاعر. الابحاث بتقول ان النوع ده من التربيه اللي اسمه التربيه التسلطيه بيخلي الطفل يطلع ملتزم فعلا بس من جواه مليان خوف وقلق. في دراسه طويله الامد من جامعه هارفارد سنه 2019 في مجله نيتشر أكدت إن التربية القاسية بتأثر على تطور الدماغ، خاصة منطقة القشرة الأمامية اللي مسؤولة عن التحكم في العواطف، فبتقلل من حجمها بنسبة 5 ل 10%. في دراسة مينيسوتا ستادي اوف ريسك اند ادابتيشن اللي بدأت سنة 1975 ومستمرة لحد دلوقتي، باحثين درسوا 200 طفل نشأوا في بيئة قاسية جدا، ولقوا إن اللي عانوا من عقاب جسدي كانوا أكتر عرضة للاكتئاب بنسبة 30% في البلوغ، زي ما نشر BMC في 2018. يعني تخيل جيل الألفية شاف الآباء بيضربوا أو بيهددوا، فحاولوا يكسروا الحلقة دي مع أولادهم وقرروا يربوا بالحب والتفاهم والاحتواء. بدأوا يقروا كتب زي Parenting with Love ويتابعوا صفحات اسمها التربية الإيجابية في 5 دقايق. بس هنا حصل الخلل. في فرق كبير يا صديقي بين التربية الإيجابية والتربية المتساهلة، بس أغلب الناس خلطت بينهم. يعني بدل ما الأب والأم يكونوا حازمين بحب بقوا حنينين بزيادة، فبقينا نسمع كلام زي ابني مش عايز يروح المدرسة النهاردة فمش هغصب عليه، هي بنتي حبت تقطع الكشكول كله. حلو إنها بتعبر عن مشاعرها، ودي ما اسمهاش حرية، دي يا صديقي فوضى مغلفه بورق حنيه. جيل الالفيه اللي هم دلوقتي اباء قال خلاص مش هنكرر الاخطاء دي، فحاولوا يربوا اولادهم بالتعاطف والحنان، مستوحيين افعالهم من حركه جنتل بيرنتنج اللي انتشرت في التسعينات. بس حسب دراسه تودايز بيرنت سنه 2024 46% من اباء الالفيه بيحسوا بالارهاق من الضغط ده، خاصه مع السوشيال ميديا اللي بتعرض صور الام المثاليه بدون حدود. عارف النتيجه تبقى ايه؟ تربيه متساهله او بريميسيف بيرنتنج، بحيث ان الطفل هو اللي بيقرر وهو اللي بيحط حدوده رغم ان دماغه لسه مش مكتمل ومش بيكتمل نضجه الا في منتصف العشرينات. يعني حضرتك بتخلي القرار لمخ لسه ما اتكونش بالكامل. بومريند في بحثها سنه 1971 في جينيتك سايكولوجي مونوجرافز وصفت البريميسيف بيرنتنج كاباء دافئين بس قليل السيطره. ودراسه من موقع فيري ويل مايند سنه 2025 اكدت ان الاطفال دول بيعانوا من صعوبه في التحكم الذاتي،
انجاز منخفض في المدرسه ومشاكل في اتخاذ القرارات. مثلا في دراسه ديونيدن مالتي ديسيبلينري هيلث اند ديفلوبمنت ستادي اللي بدات سنه 1972 في نيوزيلندا واستمرت لحد الان، لقوا ان الاطفال اللي نشأوا في بيئه تساهليه او متساهله كانوا اكثر عرضه لادمان المخدرات بنسبه 20% عند البلوغ عشان ما عرفوش يتحكموا في رغباتهم. وفي دراسه تانية اتنشرت في جامعه ميشيغان سنه 2020 بتقول ان الاطفال اللي بيكبروا في بيئه من غير حدود بيبقوا اقل قدره على تنظيم سلوكهم بنسبه 30%. وده معناه ان الطفل لما يكبر مش هيعرف يتحكم في نفسه لانه متعود دايما قراراته هي الصح حتى لو كانت غلط. عندك مثلا في الحياه اليوميه كم مره شفت ام بتقول لابنها في المطعم يا حبيبي ما تتكلمش كده، فيرد عليها ما تزعقليش يا ماما انت بتضايقيني، فالام تسكت وتقول لك انا بربيه باحترام. بس في الحقيقه الولد هو اللي بقى الامر الناهي، وده للاسف بنشوفه في افلام ومسلسلات كتير جدا الفتره دي على اساس ان دي التربيه الايجابيه، بس دي تعتبر انا اسف يعني قله ادب. اما الابن يرد على امه او ابوه الند بالند كده ويعلي صوته عليه ويبقى مش عاجبه كمان، النتيجه بتكون ايه؟ طفل من غير حدود، طفل متعود ان طلباته اوامر، ما بيعرفش يتقبل الرفض وما بيعرفش ينظم مشاعره لما الامور تمشي عكس ما هو عايز. دراسات جامعه تكساس اثبتت ان الاطفال اللي بيتربوا بالاسلوب المتساهل ده بيكون عندهم صعوبه كبيره في الثلاث حاجات. رقم 1 التحكم في الانفعالات اللي هو اي حاجه بسيطه هتخليه ينهار. رقم 2 النجاح الاكاديمي، ما بيعرفش يتحمل مسؤوليه المذاكره او التخطيط للمستقبل. ورقم 3 العلاقات الاجتماعيه، بيبقى عنده صعوبه في تكوين صداقات طويله الامد لانه متعود على ان كل حاجه بتمشي على مزاجه. يعني حضرتك بدل ما هتطلع جيل معقد بسبب القسوه طلعت جيل ضعيف في مواجهه الحياه بسبب التساهل المفرط. في استطلاع من لوري تشيلدرنز هوسبيتال سنه 2024 لقوا ان 85 من اباء الالفيه قالوا ان السوشيال ميديا خلتهم يبالغوا في الحنان، فالاطفال بقوا يحددوا الواجبات او وقت النوم، وطبعا ده ادى لمشاكل سلوكيه. يعني تخيل طفل بيقول انا مش هاكل خضار علشان انا عايز شيبسي، والطلق اب بيرد عليه يقول له خلاص يا حبيبي هجيب لك اللي انت عايزه المهم تاكل. ده ما اسموش حنان، ده اسمه تساهل. خلينا نحلل الاساليب التربويه حسب بحث بومرند اللي ضافت الرابعه uninvolved او المهمله سنه 1983. رقم 1 authoritarian parenting اللي هي التربيه الاستبداديه او القاسيه. مميزاتها توقعات عاليه وسيطره صارمه، وعيوبها اطفال خاضعين، انخفاض الثقه ومشاكل عاطفيه. في دراسه من ساينس دايركت سنه 2022 اكدت ان الاسلوب ده بيقلل التطور المعرفي عند الاطفال الصغيرين. رقم 2 permissive parenting التربيه المتساهله او التساهليه. مميزاتها دفء عالي وحدود قليله، انما عيوبها صعوبه في التحكم الذاتي وانجاز منخفض وطبعا مشاكل سلوكيه. في بحث من HLI سنه 2021 قال ان الاطفال دول بيعانوا في المدرسه علشان ما فيش عادات دراسيه. رقم 3 uninvolved parenting التربيه الغير مشاركه او المهمله. مميزاتها قليله الدفء والسيطره، وعيوبها اسوأ النتائج اللي ممكن تشوفها، مشاكل صحيه ونفسيه وساعات بتوصل لادمان. في دراسه من فيري ويل مايند سنه 2024 ربطتها بزياده الاكتئاب بنسبه 40%. ورقم 4 authoritative parenting او التربيه السلطويه الديمقراطيه. مميزاتها دفء وحدود واضحه وتواصل، وعيوبها قليله بس ممكن تكون صعبه في البدايه. بحث بومرند سنه 1966 في جورنال اوف جينيتك سايكولوجي اثبت انها افضل للثقه والانجاز، وهو ده التوازن الحقيقي. البحث بيثبت ان افضل اسلوب للتربيه هو الاسلوب الرابع اللي هو الاوثوريتيف بيرنتنج، وده مش معناه تسلط، بالعكس ده معناه حنان مع حدود واضحه جدا، وهو ده التعريف الحقيقي للتربيه الايجابيه. الاب والام هنا بيشتغلوا كهيومن GPS للطفل. التربيه الايجابيه مش معناها انك تفضل تبوس في طفلك طول اليوم ولا انك ما تزعلوش ابدا، هي معناها انك تكون حازم وفي نفس الوقت عادل، تعاقب بس بدون اهانه وتفهم الطفل غلطه من غير ما تهينه. تعال ناخد مثال، طفل مثلا دلق عصير على الارض، التربيه القاسيه هيكون رد الفعل ايه؟ انت غبي قوم نظف حالا والا هتتضرب. طب التربيه المتساهله ولا يهمك يا حبيبي روح انت العب وانا هنضف مكانك. طب والتربيه المهمله هتسيبه وتشوفه هينضف ولا لا، وغالبا مش هينضف. انما التربيه الايجابيه العصير اتدلق ولا يهمك، دلوقتي هنقوم ننضفه سوا عشان المره الجايه تاخد بالك اكتر من كده، وبكده الطفل يتعلم المسؤوليه من غير خوف ولا دلع. طب ايه اللي بيميز الاسلوب ده وبيخليه ايجابي بجد؟ خد عندك رقم 1 الحدود الثابته والواضحه. الطفل هنا بيعرف ان في قواعد، بس القواعد دي مش عشوائيه، هي قابله للنقاش والتوضيح. يعني مثلا هتقول له ممنوع تاكل حلويات دلوقتي، بس بتشرح له ليه، عشان دي مثلا هتتعب معدتك، ولو اكلت هتفوتك وجبه العشاء ومش هيبقى ليك نفس تاكل. رقم 2 التعاطف اولا، بتعترف بمشاعر الطفل
قبل ما تحط الحد. يعني لو ابنك زعلان عشان ممنوع يستخدم التليفون دلوقتي، بتقول له انا فاهم انك زعلان ومحبط وده شعور طبيعي، بس احنا محتاجين نخلص الواجب الاول علشان نلعب بعدين. رقم 3 المسؤوليه المبكره، بتدي الطفل فيها مسؤوليات مناسبه لسنه، وده بيخلي البريفرونتال كورتكس او قشره المخ الاماميه تنمو وتتطور في بيئه مدروسه وامنه. البحث العلمي هنا قاطع، الاطفال اللي بيتربوا بالاسلوب الموثوق ده بيكونوا هم الاكثر نجاحا في المستقبل، وعندهم اعلى مستويات من الثقه بالنفس وافضل قدره على حل المشكلات واقل عرضه للاكتئاب والقلق. يعني التربيه الايجابيه مش حنان بس، هي حنان بيخدم هدف، والهدف ده هو بناء شخصيه قويه ومسؤوله. طب دلوقتي ازاي نطبق التربيه الايجابيه دي صح؟ ازاي هنحط الحدود من غير ما نكسر بخاطرهم؟ وازاي هنعاقب من غير ما نضرب؟ هنا بقى هنستخدم الادوات العلميه. رقم 1 كونكت بيفور كوركت، او الاتصال قبل التصحيح، ودي تعتبر قاعده ذهبيه. لما الطفل بيعمل حاجه غلط ما تهاجموش فورا، الاول تواصل معاه عاطفيا، تقول له انا شايف انك غضبان دلوقتي او زعلان علشان اللعبه اتكسرت، وبعد ما تعترف بمشاعره مخه بيكون هدي، وتقدر بعدها تتكلم معاه عن التصحيح. وخد بالك ده مش كلام كتب وبس، ده هيقلل مستويات التوتر عنده. رقم 2 ايموشن كوتشنج او تدريب العواطف. العالم الشهير الدكتور جون جوتمان مؤسس معهد جوتمان للابحاث النفسيه اثبت ان الاباء اللي بيعملوا تدريب عواطف لابنائهم بيطلعوا اطفال اكثر نجاحا. طب ايه هو التدريب ده؟ التدريب اسمه الاعتراف والتسميه والتحكم. الاعتراف اللي هو انا شايفك غضبان دلوقتي، انت كده اعترفت بالحاله اللي هو فيها. التسميه الزعل ده اسمه غضب او احباط. والتحكم طب ايه احسن طريقه نتعامل بيها مع الغضب ده؟ يعني بدل ما هتقول له بطل عياط، هتقول له انا سامع صوتك وعارف ان انت غضبان، محتاجين نهدى وناخد نفس عميق علشان نفكر صح. رقم 3 لوجيكال كونسيكونسز، العواقب المنطقيه وليس العقاب. وهنا بتغير مفهوم العقاب. العقاب اللي هو لو عملت كده انا هضربك او هحرمك من المصروف، لا، العقاب المنطقي يبقى لو ما خلصتش واجبك في الوقت المحدد يبقى الوقت ده هيروح من وقت اللعب عشان الواجب اهم. يعني بتخلي الطفل يشوف نتيجه تصرفه مباشره بدون غضب او صراخ، وبالطريقه دي بتكون انت كأب او انت كأم مصدر الحنان والامان، وفي نفس الوقت بتدي لطفلك قواعد اللعبه اللي هتخليه ينجح لما يكبر، بتخليه ينمو في بيئه فيها حنان بيحتويه وفيها حدود بتعلمه الانضباط. جيل الالفيه دلوقتي عايش في صراع، عايز يكون مثالي، بيشوف فيديوهات التربيه الاجنبيه ويقول لك هو ده اللي انا عايزه، بس بينسى ان الحياه مش مثاليه وان الطفل مش روبوت، ولا كل يوم هتقدر تتكلم بهدوء وانت مش نايم بقالك يومين مثلا. في ابحاث من جامعه ستانفورد سنه 2019 بتقول ان الضغط النفسي على الاهل اللي بيحاولوا يطبقوا التربيه الايجابيه بحذافيرها بتخليهم اكثر عرضه للاجهاد النفسي بنسبه 40%. يعني باختصار لو انت قاعد بتقرا عن التربيه الايجابيه وانت بتصرخ في ابنك، ما تقلقش، انت مش لوحدك. مفيش تربيه مثاليه، بس في تربيه متزنه، في حدود. حب ولادك بجد، بس خليك القائد قبل الصديق. الصداقه حلوه لما تكبروا سوا، لكن الطفل محتاج قائد يتعلم منه. وخد بالك الحنيه الحقيقيه مش انك تقول ما تزعلوش ابني، الحنيه انك تجهزه للحياه، لان الحياه مش هتدلعه. الحنيه لما هتزيد عن حدها بتخلي الطفل يطلع ضعيف قدام الحياه، والقسوه لما هتزيد بتخليه قوي بس محطم من جوه. فلو قدرت توازن بين الاثنين انت كده بتعمل اعظم حاجه ممكن تعملها في حياتك وحياه طفلك. فكر في كده قبل ما تقول لابنك براحتك، يمكن اللي هو محتاجه مش كلمه براحتك قد ما محتاج يسمع انا جنبك، بس لا ده ما ينفعش. انت بقى عايزك تقول لي ايه هو اسلوب تربيتك اللي بتربي بيه اولادك، وايه اكتر حاجه بتعاني منها في تحقيق التوازن في تربيه اولادك؟ هل الصعوبه في وضع الحدود ولا التحكم في غضبك؟ شاركونا ارائكم وتجاربكم في الكومنتات. التربيه الايجابيه مش مجرد ترند على السوشيال ميديا او كلمه حلوه، التربيه الايجابيه الحقيقيه هي علم نفس تطبيقي، عمليه صعبه وبتحتاج لمجهود، بس نتيجتها بتكون بناء جيل قوي نفسيا وقادر على مواجهه الحياه والتعامل مع الرفض وتحمل المسؤوليه. احنا عملنا ثوره على قسوه اهلنا، بس لازم دلوقتي نعمل ثوره تصحيح على التساهل المفرط. لازم تفتكر ان الحنان مهم، بس الحدود هي اللي بتخلي الحنان ده صحي ومفيد. ورساله اخيره للجيل اللي لسه صغير ولسه هيبقى اباء بعد كده، ما تعملش في ولادك رد فعل للي حصل معاك، اتعلم وافهم واختار، مش لازم تعمل العكس عشان تبقى صح. القسوه علمتك ايه؟ خد منها اللي يفيدك. طب والحنيه اللي ابنك هيحتاجها استخدمها بحكمه. التربيه مش انتقام من الماضي، التربيه هي مسؤوليه المستقبل. وفي النهايه لو عجبتك الحلقه اعمل لايك، اشترك في القناه وشغل الجرس عشان دماغك تستاهل تبقى دماغ اخر الليل. سلام.